السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب دايما كده تكونوا بخير. النهارده بقى زي ما انتم ما شايفين كده هنعمل احلى صلصه للمكرونه زي مكرونه المحلات بالظبط، بس طبعا من ايدك هتبقى حاجه تانية، وكمان هتبقي ضامنه نظافتها وواثقه فيها لولادك لانك طبعا انت اللي هتعمليها. وقبل ما نبدا الفيديو ما تنسيش لو عجبك الفيديو تعملي لي لايك، ولو اول مره تشوفي قناتي فعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد. هنبدأ بقى نكون جايبين معانا بصلاية مقطعينها جوانح زي ما انتم ما شايفين معايا كده، وهنبدأ نحمرها في الزيت. هنزل بيها كده في الزيت وابدأ احمرها في الزيت لغاية ما توصل معايا للون اللي انتوا هتشوفوه معانا دلوقتي ده. كده هي وصلت معايا للون ده. طبعا انتي لو حابة ان هي تحطي عليها شوية نشا او دقيق براحتك خالص، بس انا بحمرها من غير اي حاجة بتوصل معايا للون اللي انتوا شايفينه ده. خلاص انا كده طلعت البصلة بتاعتي في نفس الزيت، بحط معلقة من السكر وابدأ بقى كده استنى لغاية ما يكرمل معانا. خلاص هو كده هيوصل معايا لمرحلة الكرملة، او هي خلاص هنا كرمل السكر. هبدأ انزل بنص معلقة صغيرة من الثوم، وبعد كده هنزل بمعلقة من الصلصة. خلاص كده هنزل بقى بعد كده بعصير الطماطم بتاعي. طبعا البهارات لسه بنحطها، احنا كده خلاص كده حطيت عصير الطماطم. هبدأ بقى احط البهارات بتاعتي عشان ريحتها بقى تبدأ تطلع. بجد يا جماعة جربوها هتبقى حلوة قوي. حطيت ملح وفلفل، وحطيت هنا سنة كركم، قرفة، وطبعا لو حابة ان انتي تحطي كمون براحتك، والشطة برضو يعني حسب رغبتك، الشطة والكمون حسب الرغبة بتاعتك انتي. هنا بقى البصل اللي احنا حمرناه هبدأ كده بايدي، عايزة تحطيه في الكبة براحتك خالص. انا هنا لقيته ان سهل ان انا اعمله بايديا، كسرته خالص كده، ما سيبش حاجة فيه كبيرة يعني ما تبقاش في الصلصة باينة. خلاص بقى كسرت البصل بتاعي كله، ابدأ انزل بيه على الصلصة بتاعتي، وابدأ اقلب البصل بقى مع الايه، مع الصلصة. بجد طعمها وريحتها بجد وهمية، بجد جربوها حلوة قوي 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 قوي. خلاص هي كده وصلت معايا كده بعد مرحلة التسبيك للون اللي انتوا شايفينه ده. بجد بجد ريحتها تحفة. خلاص كده هي تقلت معايا، طفيت عليها. هكون انا بقى محضرة المكرونة بتاعتي. انا جبت مكرونة سباكيتي مع مكرونة الكشري الصغيرة وسلقتها، وحطيت بقى قدمت احلى طبق مكرونة ممكن تاكليه في حياتك. بجد بصوا بقى شكله حلو ازاي، بجد بجد جميل. كده اكون وصلت معاكم لنهاية الفيديو. اتمنى اكون قدمت وصفة تعجبكم. وما تنسيش بقى لو عجبك الفيديو تعملي لي لايك وشير وسبسكرايب للقناة عشان يوصل لك كل جديد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.